العوافي يا ولاد. انا عايزه النهارده اتكلم على السنبله والافراح الجميله الملكيه اللي شفناها للامير حسين. ايه يا ولاد، ايه يا ولاد، رئيس الاردن يا ولاد، والامير حسين والافراح الجميله دي. كلنا كنا مبهورين ببساطه الافراح الملكيه والافراح الملكيه يا ولاد. بس انا ليا عتاب شويه على الاميره رجوه والاميره رانيا. اسمعوا بقى العتاب بتاعي يا ولاد. ايه الفرح السيمبل ده؟ ايه ده؟ ايه يا أميرة رانيا، ده انت أم العريس. فين البروبرو، فين الفرو، فين الكوليه، فين الحلق، فين الألوان اللي بتغطي على العروسة في المكياج؟ الفرح بسيط كده ليه؟ ايه ده؟ ايه ده يا أميرة رجوة، انت العروسة؟ فين الميك اب ارتست؟ فين المكياج اللي كان اوفر؟ فين البروبرو هنا والأخضر هنا والأحمر هنا؟ ولابسالي فستان ساتين خالص، يعني مفيهوش حتى بربرق هنا وخمسة موا هنا، استرس هنا مفيش خالص. كمان انا عاتبه عليكم يا اخوات العريس، ما انتش مبسوطين؟ ايه الهدوم السيمبل اللي انتوا لابسينها دي؟ ايه الالوان الهاديه دي؟ فين الاحمر والاخضر واللعلاطه دي خالص؟ لما انتوا مبهورين كده يا بتوع مصر بالافراح الملكيه، امال مين اللي هيعمل فرح كله كهارب ودي يا ابو حنان؟ مين اللي هيعمل تكاتك من عند مين بتاع الكوافير؟ ميك اب ارتست كورنيش المحل. مين اللي هيعمل زفة بلدي من اول الاستوديو لغاية الفرح بالعصيان والسيوف؟ لأ. مين اللي هيولع انابيب بوتاجاز؟ مين اللي هيعمل نقوط وعوالم ترقص رايحة جاية؟ مين اللي هيجيب الحصان يرقص يا ولاد؟ طيب والستات ليه ما تلبسي ترتر الكرة الأرضية؟ ما تلعلتش ليه يا ولاد؟ ايه ده؟ ايه الترابيزات دي اللي كانت في الفرح دي؟ ترابيزات سيمبل قوي، ترابيزات بسيطة ما فيهاش كده ازاز كده بينور كده وبيلعلط. والكراسي، انتوا عملتوا الفرح زي عامة الشعب. ايه الافراح اللي عندكوا دي؟ امال احنا كلنا فرحانين بالبساطة والحاجات دي. الفرح كان بسيط قوي. ايه السنبلة اللي انتوا فيها دي؟ ايه يا أميرة رجوة السنبلة والجنتلة اللي انت فيها دي؟ حتة تاكسي غنون كده، حاجة كيوتة مكتوب عليها رجوة من الله. اخوات العريس بتظبطي الفستان، مش عارفة كده تخشي تكتبي هنا، تعملي هنا دلاية كده اخت العريس، وتخشي كده ملعلطة كده عشان تغطي على العروسة بألوان حلوة. ايه اللي انتوا فيه ده؟ ايه العلاقة اللي انتوا فيها والبساطة اللي انتوا فيها دي؟ انتوا ليه ما جبتوش وما رحتوش كوافيرات ام سماح للمكياج الدباح؟ ايه اللي انتوا في ايه البساطة والملكية اللي انتوا فيها دي؟ ايه ده؟ عموما يا حبايبي ده كان هزار اللي فات ده. طبعا الفرح كان جميل جدا وكان سيمبل جدا، ونتمنى نعمل افراحنا زيهم، بلاش المهرجانات والهيصه اللي عندنا ده. وكل رؤساء العالم لهم احترامهم، وكل فرح بيعبر عن بساطة وعادات وتقاليد الشعوب المختلفة من بلد لبلد. والفرح ده كلنا كنا مبسوطين بيه، وربنا يتم عليهم بخير الأمير حسين والأميرة رغوة. الفرح كان في قمة البساطة والاحترام والأناقة، واحنا بنتمنى الهنا والخير لشعب الأردن اخواتنا. وسيبيلي في الكومنتات لو من رأيك انت هتعملي في الغلا اللي احنا فيه ده فرح بسيط كده وسيمبل وأنيق والبساطة شيء كويس، ولا هتعملي مهرجانات. مستنية كومنتاتكم تقولوا لي في الكومنتس بتاعكم انت هتعملي فرح فيه مهرجانات ولا بسيط.